ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل القرص الفلاحي باللبن، وهنعرف لو مش متواجد عندنا لبن ايه البديل بتاعه. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله هنعملها محشيه وساده. شايفين ما شاء الله، شايفين الحشوه اللي في قلبها، ودي ساده. شايفين اخد اللون الذهبي من فوق زي تحت ازاي. شايفين القرص ما شاء الله طريه وهشه جدا وزي القطن. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. عندنا المكونات بتاعتنا او المقادير بتاعتنا: نص كيلو من الدقيق، ويكون متعدد الاستخدامات او دقيق 5 نجوم، كوب وربع من الماء الدافئ، ربع كوب زيت، 2 معلقه كبيره من السمسم المتحمص، 2 معلقه كبيره من اللبن البودرة وده بديل اللبن العادي، 3 معلقة كبيرة من الزبدة، معلقة صغيرة من ريحة الكحك، 2 معلقة كبيرة من السكر البودرة او السكر العادي، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندنا نقطتين من ريحة الموز هنحطها كده على المية بتديها نكهة وطعم جميل جدا. وهننزل بالبودر على الدقيق وريحة الكحك والسمسم. وعندنا اهم حاجة رشة من الملح، والدقيق بتاعي يكون منخول كويس جدا علشان نشيل منه اي رطوبة. بعد كده بقى هننزل بالزيت واللبن البودرة والماء وهنقلبهم مع بعض كويس جدا، والسكر والخميرة. الزبدة اللي هنسيبها على جنب. بعد كده هننزل بالدقيق والسمسم والبيكنج باودر وريحة الكحك، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا لمدة 10 دقايق لحد ما تكون العجينة بتاعتي بالملمس اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله ناعمة وطرية كده. هبدأ بقى انزل بقطعة الزبدة، والزبدة تكون بحرارة الغرفة. هقلبها كويس جدا لحد ما الزبدة تختفي تماما كده. بعد ما الزبدة اختفت تماما ما شاء الله العجينة معايا طرية جدا وفي منتهى الجمال. هنحطها ترتاح على جنب ساعة، هنغطيها بكيس او فوطة كده. بعد ساعة هبدأ افضي اي هوا منها، وبعد كده هحطها على الرخامة او سطح العمل اللي بتشتغل عليه، وهبدأ اقطعها كده بالسكينة علشان ابدأ اخدها كرات واحشيها اي حشوات عندك بقى، ملبن، عجوة، جبنة، موزاريلا. سيبيها سادة تبقى جميلة جدا، بس انا حشيتها ملبن. وزي ما انتوا شايفين الملبناية بتبقى قد قطعة البندقة كده الصغيرة، وبحطها كده. واهم حاجة القفلة بتقفلي كويس جدا، وبعد كده بتبططيها بين ايديكي كده وتحطيها في الصينية. اللي انا عامله لها خطوط دي سادة علشان اعرف السادة من اللي محشية. هسيبها بقى على جنب تختمر لمدة ساعة، هغطيها في فوطة. ودي شكلها بعد ما اختمرت. هبدأ بقى ادخلها على فرن على حرارة 200 في الرف الاول اللي تحت. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله اختمرت معايا في الفرن وقعدت ربع ساعة. اول ما خدت لون من تحت بدأت اشغل عليها الشواية على الهادي خالص، واول ما خرجت من الفرن بدأت اسيح معلقتين من الزبدة، وبدأت اللي انا احطها كده على الوش بتديها طراوة ولمعة جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بعد ما دهنت الوش الزبدة ما شاء الله بتلمع ازاي وبتديها طراوة ونكهة حلوة جدا. شايفين القرص ما شاء الله في منتهى الجمال. وهنعمل كمية كبيرة جدا، من نص كيلو دقيق هتعملي كيلو. وشوفي المقادير بسيطة جدا وسهلة، ومن غير سمنة ومن غير زبدة كتير. وزي ما انت شايفة شكلها ما شاء الله اخد اللون الذهبي من فوق زي تحت. شايفين ما شاء الله منفوخة معايا ازاي، وشكل الحشوة فيها ازاي ما شاء الله بجد قطنية، وطعمها في منتهى الجمال. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتدعموا